ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ فاكرين من يومين لما قلت لكم ان توكيل غبور نازل تخفيض جامد جدا على عربيات شيري وشنجان وهافال، والتخفيض ده في بعض الموديلات وصل ل 250 الف جنيه. طب دلوقتي التوكيل بيعمل ايه؟ التوكيل بيجيب العربيات بتاعته قبل ما بيجيبها او قبل ما بيوزعها اصلا. في موزعين وموزعين تقال، اسامي الريان والمصريه والشركات التقيله دي كلها بتقول انا حاجز 10 عربيات، حاجز 20 عربيه، وبيدفع الداون بيمنت كمان في بعض الاوقات. وبتيجي العربيات على طول، الناس دي بتستلم العربيات دي، وانت بتسمع ليه ان في حاجه اسمها ما عنديش حجز في التوكيل، والعربيات اللي عندي الستوك خلص، وتلاقيها موجوده في المعارض. عشان هم اوريدي بيبقوا واخدين اصلا الفلوس، التوكيل بيبقى واخد منهم الفلوس، بيجيب بقى العربيات ويرجع يوديها لايه، للموزعين دي. الموزعين بياخدوا العربيات عندهم يحطوها، بل الا يحطوها في الثلاجه ويحط عليها اوفر برايس، لا بيطلعوها على طول ويرتضوا بالمكسب اللي بيبقى التوكيل ايه سابه لهم. لما التوكيل بيعمل حركه ان هو ينزل في سعر العربيه الرسمي، الناس دي كده هتحرق من سعر العربيه عشان تبقى زي التوكيل. فالناس دي هتتعوض ازاي؟ التوكيل هنا بقى عمل ايه؟ زي ما احنا شايفين النهارده المنشور الموجود في مجله اوتو لايف، ان غبور تصرف تعويضات للموزعين عن فروقات تخفيض اسعار السيارات شيري وشنجان وهافال. هي طبعا ملخص الخبر ده بيقول ايه؟ ان التوكيل في الحصه الجايه هيبدا يقلل يخصم ثمن التعويضات دهيا من الفلوس اللي المفروض الموزعين دول يدفعوها عشان ياخدوا العربيات الجديده. يعني انت مثلا ليك ان مثلا في شهر 8 خمس عربيات، خمس عربيات دول ثمنهم 5 مليون جنيه، لا انت هتدفع 4 مليون ونص بس، وهتاخد الخمس عربيات بتوعك. تمام. في ناس بقى تانية هنا في الكومنتات بتقول ايه؟ طب بالنسبه للعملاء اللي اتضحك عليهم، يعني انا واحد من الناس العربيه دي كانت نازله من كام شهر بسعر عالي، والتوكيل قاعد يقول لك العربيه دي حلوه وجميله، وبعتها لي بسعر غالي، الناس دي هتعوضها ازاي؟ للاسف سوق العرض والطلب وسوق البيع والشراء مفيش في الكلام ده. انت لو نزلت اشتريت غسالة اطباق ب 20000 جنيه، وبعدها بشهر التوكيل او الشركه نفسها نزلت عليها تخفيض وبقت ب 17000 جنيه، مش هتروح تقول لي اديني فرق الفلوس. دي سلعه زي اي سلعه في الدنيا، طالما التوكيل يبيعها لك بسعر، هو ده السعر اللي المفروض الدنيا تمشي بيه. فانا شايف ان برضو حركه زي كده حلوه، هو التوكيل بيحاول يكسب رضا الموزعين بتوعه. بس برضو انا شايف ان المفروض الناس اللي اشترت العربيات دي، وخصوصا الثلاث ماركات دول، وخصوصا شنجان وهافال، ما بتحققش ارقام كتيره في البيع. فممكن يعوضهم بالصيانات مجانيه، ممكن يعوضهم بفروقات في قطع الغيار، يعني ممكن يعمل لهم كذا حاجه بحيث يراضي الناس دي. عشان اي ماركه في الدنيا، خصوصا لما تبقى جديده في السوق، لازم تكسب ارضيه في الارض. يعني ايه اللي منجح شيري؟ اللي منجح شيري ان هي قعدت كتير، العربيه بتاعتها بدأنا نشوفها في الشارع، فالناس كلها تيجي مثلا تقول لك هشتري الشيري تيجو 8 او التيجو 8 برو، ولا اشتري مثلا الجيتور. لا، الناس تقول لك انا هشتري الشيري التيجو موجوده من زمان وبتاع. فلازم وخصوصا لماركات شنجان وهافال، لازم التوكيل يراعي شويه موضوع ان يدي العملاء القدام بالذات اللي اشتروا باسعار عاليه، يديهم خصومات او يديهم حاجات ليها علاقه بالصيانه او كده، بحيث يراضي الناس دي شويه. طبعا انا واحد زي اي حد بتمنى ان السوق اسعاره تنزل اكتر واكتر، وبقول لاي حد اشترى عربيه بالغالي، حتى لو سعرها نزل، لو هو باع وجي اشترى اي نوع تاني هيبقى تشتريه برضو ارخص، عشان هي سيركل ولفه على الناس كلها. وطبعا التضخم يا جماعه لما بيقل، سواء في سعر الدولار او في سعر الذهب او في سعر المنتجات اللي حوالينا، هتلاقي سعر الاكل والشرب وازازه الزيت هتتاثر. يعني انت ما تقولش مثلا ان عربيه نفسي تبقى غاليه على طول، لا، غلو العربيه ده مؤشر وحش، معنى كده الدولار غالي وبيعلى وتكلفه الاستيراد عاليه. طب طالما تكلفه الاستيراد عاليه وده بيحط هامش ربح عالي، هيجي مثلا لما هو بعد هامش الربح بتاعه، هيجي اللي عايز يشتري عربيه 8 مليون جنيه وعنده سوبر ماركت، هيغير الحاجات اللي جوه السوبر ماركت. قيس على كده كل حاجه، واحد صاحب مطعم لما سعر العربيه يقل، المكونات اللي داخله في الانتاج تقل، انت لما تروح مطعم عشان تشتري سندوتش هتلاقي سعره ثابت، مش هقول لك هيقل بس ثابت على الاقل. مش هنخش في السيركل بتاعت التضخم اللي احنا كنا داخلين فيها، ان كل شهر بنسمع برايس ليست جديده. وبس، ده كان كل حاجه النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي، كان معاكم مؤمن سيد، سلام.